4-1 2-1 النتيجه 4-1 انت صار 3 اهداف. هي 4-1 نعطيك الاكسكيوز نتاعي. المجموعه 5 اهداف طبعا. رمزي القارئ عندك الكلمه تفضل. يعطيك الصحة اسكندر. علي العابدي طبعا صاحب الهدف الأول للمنتخب الوطني التونسي. علي منافس صعب اليوم، لكن المنتخب في الشوط الثاني خصوصا في النصف الثاني نتاع الشوط الثاني رينا وجه يبشر بكل خير. صحيح مباراة كانت صعيبة. منتخب الأردن نعرفوه وقرينا حسابه، نعرفوا اللي منتخب ممتاز يتكون من عناصر فردية وجماعية ممتازة جدا، وشفنا اليوم الملاعبية نتاعهم. الحمد لله انتصرنا وقدمنا مردود مرضي نوعا ما. نجموا نحسنوا، ما زلت قدامنا شويه وقت نحضروا فيه، وان شاء الله ربي معنا ان شاء الله. علي عملت جست يذكر فيشكر مع جمعيتك الام الرالوي في المده الاخيره. الحمد لله، هذا فضل يرجع لربي والجمعيات اللي لعبت فيهم، ومنهم من الرالوي الجمعيه اللي تكونت فيها. هذا حاجه بسيطه هي ممكن خذت صدى كبير في الشارع التونسي. نشكر الانديه الكل، نشكر جمعيتي الرالوي اللي كونتني وربيتني، وهذا كما قلت لك حاجه بسيطه، وان شاء الله جاي خير بالنسبه لجمعيتي وبالنسبه للجمعيات العديد بهم ان شاء الله. يعطيك الصحه. نرجع لك الكلمه زميل اسكندر في انتظار استجوابات اخرى. وبدوري امنح الكلمه سي رضا الجدي. سي رضا اجمالا يلا مع نهايه هذا المشوار تغطيه هذا اللقاء واحتفالاته مع الهزيمه، لان هي مباراه وديه. برافو لكل ضيوف تونس من الاردن. المضي تسجيل 3 أهداف، النقص قبول 2 أهداف. التصحيح صار في الشوط الثاني بإعادة تعديل وسط الميدان، دخول فرجاني أعطى نوع آخر من التصرف التكتيكي في الفريق. استعمال كذلك الأروقة أصبح واضح أكثر في الشوط الثاني، الدليل كون الهدف الثالث جاء إثر إمداد وبينية وتسديد من دخول البدلاء أعطى إضافة كما العاشوري والفرجاني وكذلك بن وناس على الجهة اليسرى. ثم ما ننساوش للفريق المنافس من حظنا أنه خذا ورقة حمراء، وبالتالي كان يتصرف بشكل دفاعي تروز اكزاجيري، لكن اللي خانوا اكثر هو تغيير الرسم التكتيكي باستعمال 4 مدافعين. اصبحت فما مساحات، اولادنا ما قصروش في التبادل بالكره السريع اللي خلى الفريق المنافس يتعب. نعم. وخلقوا اكثر من فرصه وتمكنوا من تسجيل 3 أهداف كامله، لكن لازم تصحيح الجانب الدفاعي طبعا. نعم سينيزار. تصحيح الجانب الدفاعي وقت اللي يدخلوا 2 أهداف بالطريقه هذه، ونقول لك بصراحه يلزم فما خدمه. صحيح سامي ترابيزي قال نخدموا، مازلنا نخدموا اوتوماتيكمون. يلزم سورتو سور البلان ديفونسيف نحاولوا بقدر الاستطاعه باش ما نقبلوش هدف كما اسمعوا فرجاني ونرجع لك. تفضل يلا رمزي تفضل. اسكندر فرجاني ساسي، تغييرات في المنتخب في الشوط الثاني، رينا وجه جديد ورينا الروح اللي نحبوا عليها واللي يحب عليها الجمهور امام منافس اليوم منافس صعب. اول حاجه الحمد لله على الانتصار، مهم جدا انك تربح، فهمت؟ نعرفوا بالكلاسمون فيفا وفي ملعبنا امام جمهورنا. الحمد لله اول حاجه 3 بوان. صحيح ميتون الاول ممكن ما دخلناش الماتش كما يلزم، الحمد لله رجعنا. دوزيام ميتون قبلنا بونتو اخر، يعني ثم برشا يعني اخطاء ان شاء الله نحاولوا نصلحوهم في المستقبل. اما ممكن زاد ثم شويه عامل الارض شويه، يعني تيران ماهوش مش باهي برشا، نحبوا نحن نلعبوا كوره الكل ممكن ما يعاوناش. صحيح عينوا عليهم هم يلعبوا اون ديفونس، يلعبوا يحاولوا على الكونتر اتاك. ما ان شاء الله باذن الله الروح اللي وريناها في الدوزيام ميتون واللي رجعنا في الطرح باش يقولوا كارتون روج اللي داخله في اللعبه كان ما بروفوكيش سعد ولا اللي جوا القدام، راه ما جاتش الكارتون روج. دونك جلوبالمون الحمد لله ربي كانت بليز امبورتون هو الربح. حبينا يكون مانير اكثر خير، اما الحمد لله نصور يعني الماتش كان باهي. يعني سؤال اخير بسرعه، مباراه البرازيل من توا بديتوا تفكروا فيها ويستنى فيها الجمهور الرياضي؟ اي سي بون، توا مباراه الاردن نتواوها، مركزين توا ان شاء الله على البرازيل. اكيد ماشيين غادي ان شاء الله باش نحاولوا نقدموا مباراه كبيره، ليفل كبير ان شاء الله باش نقدموا كل ما عندنا. الكل موتيفي للماتش هذا ان شاء الله باذن الله نشرفوا تونس وان شاء الله نقدموا مباراه تليق باسم المنتخب التونسي ان شاء الله. نعم شكرا لك، يعطيك الصحه اسكندر تفضل. قال لك لو بلوز امبورتون الانتصار سي نزار، هو مباراه وديه
داخله في ترتيب الفيفا طبعا، والمباراه الاخيره قبل لقاء البرازيل. اهم حاجه الانتصار، واحد يلعب الكره يلعب مباراه لازم ينتصر، هذاك هي الاوبجيكتيف، الغايه اللي الناس الكل يلعبوا عليها. ولكن اهم حاجه لازمنا نركزوا على النص ساعه الاخرى اللي لعبنا بها، طريقه اللعب نتاعنا معناتها في التوازن في خط الوسط، في نفس الوقت طلوع الاظهره من اليمين واليسار، هذاك هو الحل الانسب للفريق القومي التونسي. يلزم نخدموا بالطريقه هذه باش نجموا نوصلوا حاجه. واهم حاجه راهو يلزمنا نفهموا اكثر شيء ليكيب ناسيونال ما تنجم تمشي كان هذيك زوز وسط متاخرين اللي هما يعطيو اكثر توازن في الوسط. نعم دكتور مراد، اوت 2011 عمان العاصمه الاردنيه، مباراه وديه دوليه تونس الاردن، فات 3-3، اليوم في رادس 3-2. ذكرت 2011؟ اي تذكرت، لكن ظروف المباراتين بيختلفوا. المنتخب التونسي بال 2011 ما لعب بالتشكيل الاساسي ولا بالتشكيل الكامل، ما كان بالتشكيل الكامل، كان عنده محترفين كثير برا بيلعبوا ما رجعوا على المنتخب، فهي المباراه مختلفه تماما. اليوم للامانه الفوز مهم للمنتخب التونسي، لكنه المنتخب التونسي لم يكن مقنع. المنتخب التونسي ابدا ما كان مقنع. حسينا انه بلحظات معينه فلتت منه الامور، خدمته الظروف. طرد مهند ابو طه عمل فرق كبير، ما عاد المنتخب الاردني الكره الثانيه كانت محسومه للمنتخب التونسي، وعملت افضليه واضحه في التحولات، اصبحت معدومه صحيح. صار التحول اكثر للمنتخب التونسي، وصارت بسط نفوذه مع التبديلات، سيطر على وسط الميدان. للامانه المنتخب التونسي اليوم كنا حابين نشوفه بصوره افضل. المنتخب الاردني عاند الظروف ولعب ضد الواقع وبدا بصوره جيده. اليوم اردني ولا تونسي تو انا دكتور مراد؟ لا انا تونسي. مرحبا بك. اعتراف نتشرفوا به طبعا. الله يسعدك. نفرحوا اشقاء تحب ولا تكره، اصدقاء تونس والاردن دائما علاقات وطيده، وهذه الاهداف النبيله ذكرت منذ البدايه انه هذه الاهداف الطبيعيه والبديهيه والنبيله للرياضه صديقي لبيب. وبالطبيعه شفنا بعد نهايه المباراه تبادل الازياء بين الملاعبيه، روح رياضيه كبيره. هذا اللي يبقى. المهم أن المنتخب التونسي كسب نقاط على مستوى التصنيف العالمي، كسب مباراة بعد إقصاء من اللاعب من المنافس، يعني عرف كيفاش يتكيف مع الوضعية هذه، وحافظ على ميزة التسجيل. عملية التكيف ذكرتها حافظ على تحب توصل حافظ على ميزة. لا ما تشجعوش على التدخين يا سيدي. لا ممنوع التدخين. لا يا سيدي يتأقلم مع كل الوضعيات. والمنتخب التونسي حافظ على ميزة التسجيل في آخر 10 دقائق من المباريات كما ذكرنا في تصفية كأس العالم، وأنه المنتخب التونسي بنسبة 60% 70% ولا يسجل في آخر 10 دقائق، وهذا يأكد الجاهزية البدنية وأيضا التركيز الكبير للاعبي المنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله ديما الصفات هذه والميزات هذه موجودة عند المنتخب التونسي. دخول الفرجاني ساسي أعطى إضافة كبيرة كما قالوا الفنيين، عمل الإكليبر وحقق التوازن في وسط الميدان، والمنتخب الوطني التونسي كان ينجم يسجل أكثر من 3 أهداف، خاصة الفرصة الأخيرة اللي توفرت الفراس شوات على كل. وفرجاني بالراس كذلك، وفرجاني بالراس يتألق فيها حارس المرمى. على كل إن شاء الله الزوز مباريات الدولية الودية ضد موريتانيا والأردن تكون أحسن تحضير للبطولة العربية وأيضا لكأس أفريقيا، وما نساوش نجم يكون أيضا تحضير للمونديال، لأنه نحن نلعب على 3 وجهات في ظرف أقل من عام، الكلها مباريات تحضيرية. المنتخب الأردني في الحقيقة يحضر للبطولة العربية وأيضا للمونديال، ونوع من المنافسين من تقريبا من كل القارات، لعب ضد منتخبات من أمريكا الجنوبية، منتخبات أفريقية، منتخبات أوروبية، ألبانيا يعطيك الصحة، روسيا. هذا يأكد أنه يلعب تقريبا 2 مباريات في كل شهر. وما يخفقش يا نبيل، ما يخفقش عندهم ما لا يقل على 5 عناصر ناقصين. هي صحيح 5 لاعبين من التشكيل الاساسي اليوم غياب، ورغم هيك قدم صوره طيبه، رغم ايضا حاله الطرد. يعني اليوم بيلعب ضد الظروف، ضد غيابات، ضد طرد، امام منتخب كبير. اليوم المنتخب التونسي خارج ميدانه بالضبط لم يكن بالصوره المطلوبه. المنتخب التونسي لو كان افضل كان ممكن انه يكون يعني النتيجه ممكن تكون، او الاداء الفني ممكن يكون مختلف تماما. لكن برافو للمنتخب الاردني وبرافو للمنتخب التونسي، تجربه مفيده يستفاد منها المنتخب التونسي. طيب يلعب وتجربه مفيده للمنتخب الاردني انه يلعب بمنقوص العدد امام منتخب كبير، لقاء فواده كبيره. سي نبيل بالسيدة خلي تلابينا شويه. سي نبيل حلوين اللقطات، حلوين الاهداف. خلينا نختموا في البلاتو تو يزينا من هذه الصور، خلينا نختموا بالبلاتو. طبعا هديه لك انت سي مراد من الجامعه التونسيه لكره القدم طبعا، ومن نحن ككل. هذا قميص
تعاوني لبيب خميس مريول لبيب هكا تو وبالمقابل انا نعطيك القميص تكيف يعطينا القميص بالمقابل هديه منا اللي هو طاقم المنتخب. هديه اذا رمزيه من تونس الى الاردن. هي على هذا الاستقبال، حفاوه الاستقبال للامانه استقبال مميز جدا. يعطيك الصحه. هذا طاقم المنتخب الاردني شكرا لك كل الشعب التونسي اللي للامانه غمرنا بلطف. يعطيك الصحه. بارك الله فيك ونشكرك برشا على هذه اللقطه. تبقى هي هديه رمزيه. هذا قميص المنتخب الاردني. طبعا مرحبا بكم ومرحب بك وكل الاردنيين اشقائنا واصدقائنا. وهذه احسن صوره لكره القدم. هذه هي اهم حاجه، هو المحبه والاخويه للناس الكل. طبعا بهذه الصور الجميله. يعطيكم الصحه. بارك الله فيكم. يعطيكم العافيه. الزميل الاردني به بلاتو عربي قبل البطوله العربيه. طبعا دكتور مراد بارك الله فيك على تلبيتك هذه الدعوه. فرحانين برشا اللي انت معنا. استوديو جميل بوجودكم. مرحبا بك. يسعد مساكم الجميع. نعم. سهره كرويه جميله. يعطيك صحه اخ لبيب صديقي العزيز كالعاده. اسكندر سي بوكو. يعطيك الصحه. شكرا لك سي نزار. نورنا كالعاده سي رضا. بارك الله فيك. ما تقوليش اعطيني القميص من غير ما تقول لي ومن غير ما تحاول تقول لي مدي القميص الاجابه لا. يبقى لا هو ديما ينفع. عندي منه عندك منه صح عليك. يلا شكرا للجميع. يعطيكم الصحه. نورتونا ان شاء الله. كنا نلنا اعجابكم الكل. 3-2 المنتخب التونسي امام المنتخب الاردني. لقاء الاصدقاء والاشقاء. طبعا تحيه كبار واعجاب لكل زملائي دون استثناء. المره هذه يخص بالذكر صديقي العزيز بسام خشلوف. طبعا عمل كبير، والبقيه رمزي صلاح والبقيه دون استثناء اليوم امتعونا. وفي كل مرة جنود الخفاء هم السبب الأول والرئيسي لنقل الصورة بكل دقة وبتقنية الHD. يلا نتقابلوا في مواعيد رياضية قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.